بسم الله، ازيكم عاملين ايه؟ احلى متابعين واحلى اخوات واحلى ناس. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. بسم الله. شوف بقى عملنا ايه من الاكل الجميل البسيط ده وفطرنا بيه. هنعمل كفته يا جماعه. معايا نص كيلو لحمه مفرومه، ودي حته دي بشرطها اللي هي بتاع الخروف، او لو ما عندكيش حطي حته دهنه عشان بس خاطر الكفتة تستوي معاها. ودي بصلاية مبشورة بشر ناعم كده، ضربها في كبة وبصفيها، والمية بتاعتها طبعا محتاجة زي ما انتوا عارفين. وحبة خضرة بقدونس كده، ورق البقدونس كده. ودي معلقة صغيرة ملح، معلقة بهارات فراخ، فلفل اسود، بابريكا، زي ما انتوا عارفين التوابل. ودي كانت معايا معلقة برضو اسمها ايه، بهارات الفراخ اللي هي الجاهزة دي، تتبيلة الفراخ الجاهزة. الفراخ ايه يا جماعة وانا بتكلم ايه؟ أنا بسجل في الصيام بقى. الكفتة معلش حبايبي. عشان انا كنت بقطع فراخ دلوقتي وطلعت من المطبخ بسجل الفيديو. كنت تتبيلة الكفتة، قصدي اقول تتبيلة الكفتة. اول مرة البس البتاع ده وانا ما بحبوش، خلي بالكوا، عندي الدرج ملان اقسم بالله، جايبة علبة ملانة. بس انا ما بحبش، بس انا قلت ادعك بيه اللحمة بتاع الكفتة كده عشان خاطر يعني الدهون وكده في ايديا. لكن انا ما بحبوش، معلش بقى، ده اكل وده بيتي. بحب اعرف الحاجة ملمسها كده، مش كده ما بحسش بملمس الحاجة. عشان كده ما بحبش البس. بس انا لبست عشان الدهون اللي في اللحم. وطبعا هتدعكيها كلها كده في قلب بعضيها لحد ما تتجانس معاك، وحطيتها في التلاجة لحد ايه، لحد ما اجهز حاجتي، يعني تحطيها في التلاجة حبة. ودي بصلاية وطماطماية وفلفل اخضر، او وفلفل احمر كان عندي يعني. وتحطي له برضه حبة ملح وحبة فلفل اسود كده بس. وتفرديهم في الصينية. انا عاملة الكفتة قبل كده مشوية على الفحم، وكل مرة بغير الطريقة غير التانية. ومية البصل حطينا عليها برضو ذرة ملح صغيرة وحبة زيت وفلفل اسود، اللي هي مية البصل اللي طلعت من البصلاية اللي احنا صفيناها. وهتصبع بيها كده على معلقة. برضو مرضتش اصب على شيش، عصيان الشيش. كله ده بنغير يا جماعة عشان ما تجافوش على اي حاجة. ما عنديش شيش، اديني عملت. انا عندي شيش والله العظيم في الدرج. بس انا بوريكم على المعلقة اهو، بكل بساطة وبكل سهولة. يعني عملنا اكل في نص ساعة وكان ما شاء الله عليه. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله، أشرف خلق الله عليه أفضل الصلاة والسلام. وتصبعيها كده وتكوني مشغلة طبعا فرنك، وبعد ما تخلصيها تحطيها في الفرن. أكل بسيط وسريع وجميل جدا، ما شاء الله كانت تحفة بجد. أنا كنت عايزة أشويها على الفحم بس ما كانش فيه وقت لأن كانت الساعة 4 العصر. وطبعا الفحم ده شغلنا لوحده يعني. بس صبعيها كده حبيبة قلبي، بصي عاملة ازاي، بسم الله ما شاء الله. بس جميلة ازاي، بقول لكم بخلص وارجع لكم تاني وخلصت الكمية بتاعتي اهي واروح احطها في الفرن. وطلعت من الفرن بقى وهنفحمها ما شاء الله. بس شكلها ما شاء الله جميلة، كانت جميلة بجد والله. فحميها بقى كده وتغطي عليها، والريحة كانت قلب الدنيا. اصلا الحمد لله كان فاضل 10 دقايق على الفطار. كل سنة وانتم طيبين. وهنعمل طحينة جنبيها طبعا اساسي جنب الكفتة، طحينة بلدي وطحينة وسلطة طحينة، قصدي سلطة. والله العظيم أنا ولا بجوع ولا بعطش في الصيام، ومش بتعب غير بعد الفطار. بس أنا مش عارفة عمالة أخرف ليه. طحينة، عملنا طحينة وعملنا سلطة بلدي. هو لازم جنب الكفتة طحينة وسلطة بلدي. بس كده عملنا طحينة كده جميلة جدا إن شاء الله. بس كده. تبلي بقى الطحينة حبة خل طبعا وحبة مية، بس ادي كل الحكاية، وفص توم نديها ريحة وطعم.
بس فص توم واحد بس، ونحط لها حبة ملح وكزبرة ناشفة وحبة الكمون بيخلوها جميلة جدًا، ما تقوليش الطحينة ما بتتبلش، بتتبل جميلة، وشطة والله عليها، كانت تحفة بقى جنب الكفتة، وألف هنا وشفا للي أكل. ده كان فطارنا تالت يوم رمضان بس صبيتها كده في الطبق بتاع التقديم كده. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بس وخلصت الكفتة وخلصت الطحينة، وحمرت مكرونة في السريع كده جنبيها، وكنت عايزة يبقى معايا بقدونس أحطه في الطبق بس ما كانش عندي للأسف خضرة، فزي بعضه يعني هي متاكلتش ده اتنسفت. بالله عليكم المشاهدات واقعة عندي خالص، بالله عليكم تشوفولي الفيديو لو سمحتوا، لو مش عايزين تتعلموا حبايبي اخواتي اصحاب القنوات، شوفولي الفيديو 3 دقايق عشان خاطر الفيديو ما يسقطش. انا والله العظيم الواحد ربنا اللي عالم انتوا عارفين، وحبايبي المتابعين الناس اللي برا هم دول اللي بيشوفوا لي الفيديو كامل. بس وهتحطي كده الحاجات اللي تحتها كانت ريحتها جميلة جدا وطعمها حلو برضه، الولاد عندي بيحبوها يعني كده. وخلص أكلنا والله في نص ساعة ما شاء الله. طبعا لو نحدد بصي الكفتة عاملة ازاي، بسم الله ما شاء الله، بس مفرغة ازاي وجميلة وشكلها عامل ازاي ما شاء الله يعني بجد. تسلموا لي حبايبي. فاللي يشوف لي الفيديو أول يحط لي لايك ويسمع الفيديو 3 دقايق عشان خاطر المشاهدات واقعة عندي خالص.